السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة هنعمل مع بعض الميني تارت بجناش الشوكولاتة محشي كريمة، طعمها حلو جدا، مقاديره بسيطة وطريقته سهلة ومكوناته كلها موجودة في البيت، اي حد يقدر ينفذه. وطبعا بالنسبة للحشو والتزيين تقدري بقى انتي تخترعي فيه زي ما انتي عايزة. عملت الاشكال اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، بصوا شكله حلو جدا. تعالوا بقى نقسم واحدة كده من جوه واوريكم الكريمة من جوه وشكله عامل ازاي. المقادير اللي انا هعملها معاكم دلوقتي هتعمل 21 قطعة من الميني تارت ده. تعالوا بقى مع بعض نشوف هنعمله ازاي، وهسيب لكم المقادير زي كل مرة في صندوق الوصف. عندي نص كوباية من السمنة او الزبدة، تكون ساقعة بس مش متجمدة، يعني حطيها في التلاجة كده قبل ما تبدأ انك انتي تشتغلي ب10 دقايق. بعد كده حطيت عليها نص كوباية من السكر البودر، وبضربهم مع بعض كويس جدا لحد ما يختلطوا ويبقوا عاملين زي الكريمة ولونهم فاتح. سواء موجود عندك زبدة او سمنة، اللي موجود عندك استخدميه، وفي الحالتين بيطلع حلو جدا. هو اساسه الزبدة بس انا جربته بالسمنة وطلع حلو جدا برضو. بصوا شايفين ضربتهم مع بعض لحد ما بقى شكلهم كده. بعد كده هضيف عليهم بيضة واحدة ورشة من الفانيليا. وبرجع تاني اضرب البيضة مع السمنة والسكر كويس قوي. هنا بقى اخر حاجة عندي هي الدقيق، بحتاج من كوباية ونص لكوبايتين من الدقيق، وعليهم طبعا رشة ملح. بحط كده رشة ملح بسيطة على الدقيق. الدقيق بقى بياخد على حسب الكوباية اللي انتي معايرة بيها السمنة وعلى حسب حجم البيضة، بس هو مش اقل من كوباية ونص ومش اكتر من كوبايتين. فانا نزلت الاول اول كوباية وبخلط كده كويس من غير معجن، يعني بحاول ادخل الدقيق في المكونات اللي قبل كده، ما تعجنيش فيه خالص علشان ما ينشفش. الكوباية التانية بقى ببدأ ان انا انزل منها شوية شوية بالتدريج كده لحد ما احس ان العجينة خلاص ما بقتش بتلزق وفي نفس الوقت طرية معايا. بدخل الدقيق مع المكونات اللي قبل كده من غير ما اقعد اعجن فيه كتير، ومجرد ما احس ان الدقيق خلاص اختفى بوقف على طول. هنا بقى باخد كده قطعة صغيرة من العجينة، لقيتها ما بتلزقش في ايدي وفي نفس الوقت بتتشكل كده ومش متشققة وطرية كده، خلاص انا مش محتاجة بقية الدقيق. انا هنا استخدمت كوباية ونص بس، ودول اللي اتفضلوا. هبدأ بقى دلوقتي ان انا اشكله. انا عندي قوالب الميني تارت اللي انتوا شايفينها دي، ممكن طبعا تعمليه في صينية تارت واحدة ويبقى واحدة كبيرة، او ممكن تعمليه لو القوالب دي عندك زي ما انا ما بعمله كده وحدات صغيرة. باخد قطعة صغيرة من العجينة بفردها الى حد ما رفيع يعني، بس مش رفيع قوي، في القالب بتاع الميني تارت، وبشيل كده الزيادة من على الحروف وبخرمه كده بالشوكة علشان ما يتنفخش في الفرن، وبحطه في قلب صينية وبيخش كده الفرن زي ما هو بالقالب بتاع الميني تارت. ولما بيطلع بنخرجه، هتشوفوا بقى معايا دلوقتي بعد ما يطلع. طبعا القالب مش بيدهن اي حاجة خالص وهو مش بيلزق لان هو فيه كمية زبدة او سمنة كويسة. انا عندي من القوالب دول 6 بس، فهدخلهم وبعد كده هستنى لما يطلعوا من الفرن واستعملهم مرة تانية وتالتة لحد ما الكمية اللي عندي كلها تخلص. زي ما قلتلكوا الكمية دي عملت لي 21 واحدة. في الوقت ده انا مسخنة الفرن علشان ادخل الصينية على طول والفرن سخن. اهي دي كده اول مجموعة عملتها، وده بقية العجينة اللي اتفضلت عندي. هدخلها الفرن على درجة حرارة 200، يعني ما بياخدش 10 دقايق او ربع ساعة، وبيكون طالع بالشكل ده. اول ما الاقي ان الحروف بتاعته بدأت تاخد اللون الذهبي كده من فوق، يبقى كده خلاص استوى عندي. طبعا هنا هو سخن عشان كده انا مش عارفة امسكه كويس، بس انا عايزة اخرجه على طول علشان اعمل المجموعة التانية. باخد بقى نفس القوالب تاني وبملاها مرة تانية لحد ما اخلص الكمية كلها زي ما قلت لكم. بعد كده هبدأ ان انا اجهز الكريمة اللي انا هحشي بيها التارت. طبعا الكريمة دي على حسب راحتك، ممكن تحشي كاستر او باستري كريم او كريم شانتيه، او ممكن تعملي الكريمة اللي انا هعملها دلوقتي. حطيت كوباية من اللبن وحطيت عليها معلقة كبيرة من بودرة الكاستر ومعلقة كبيرة من السكر.
هقلبهم كويس قوي مع بعض على البارد، وبعد كده حطيتهم على النار لحد ما الخليط تقل معايا بالشكل ده، وبفضيه في بولة واسيبه لحد ما يبرد خالص علشان بعد كده نرجع نشوف هنكمل الكريمة ازاي بس بعد ما تبرد. في الوقت ده جبت حوالي معلقتين كبار من الشوكولاتة الخام، مكسراهم كده قطع، حطيت عليهم معلقة من الزيت وسيحتهم مع بعض سواء في الميكرويف او على حمام مية. وباخد بقى كل واحدة من التارت وادهنها بطبقة من الشوكولاتة كده بالفرشة. الخطوة دي اختياري مش اساسية، بس هي ايه بقى فايدتها؟ ان انا بعد كده لما هحط طبقة الكريمة فوق التارت، فطبعا الكريمة فيها سوائل، فالبسكوتة بتاعة التارت بتشرب من السوائل دي وبتبقى طرية. لكن انا لما بحط طبقة الشوكولاتة دي بتعمل عازل ما بين الكريمة وما بين التارت، فالتارت بيفضل معاكي مقرمش حتى لو قعد عندك 3 أو 4 أيام في التلاجة، بيفضل مقرمش لآخر واحدة. وممكن على فكرة نستبدلها بشوكولاتة بيضة لو انتي حابة، يعني سواء شوكولاتة بني أو بيضة مش هتفرق. هسيب بقى الشوكولاتة دي علشان تجمد، وبعد كده هرجع للكاستر اللي انا عملته وسبته لحد ما برد. دلوقتي بضيف عليه 3 معالق كبار من الكريم شانتيه، وبضربه بقى بالمضرب الكهرباء علشان يبقى كريمي كده ويبقى ناعم معايا، والكريم شانتيه بيديله طعم حلو جدا. ممكن تحشي بيه كده زي ما هو من غير اضافة الكريمة ولا حاجة، بس الاضافة دي بتخلي طعمه مميز قوي. وكده خلاص الكريمة جهزت عندي. هرجع بقى تاني للطارت اتأكد ان الشوكولاتة خلاص جمدت عليه، مينفعش احط الكريمة والشوكولاتة لسه سايحة. هوزع بقى الكريمة، احط كده على كل واحدة شوية صغيرين من الكريمة، ما تكتريش عشان لسه بعد كده هنحط جناش الشوكولاتة. وبساوي بقى الكريمة اللي انا حطيتها دي، لو في اي زيادة بشيلها عشان بعد كده لما احط الجناش يبقى شكله متساوي على سطح الطرت ويكون شكله مظبوط. اخر حاجة هنعملها بقى هي الجناش. حطيت ربع كوباية من المية، مية من الحنفية عادي، حطيت عليه معلقة كبيرة من الزيت ومعلقة او معلقتين من الكريم شانتيه، مش هتفرق يعني معلقة او 2 مش فارقة. هقلبهم مع بعض كويس لحد ما الكريمة تدوب، وبعد كده هحطهم على النار. اول ما احس ان الكريمة سخنت كويس وهتبدأ تغلي كده من الجناب، بنزل عليها 150 جرام من الشوكولاتة. دي شوكولاتة بالحليب، مكسرها كده قطع صغيرة علشان تدوب على طول، وبقلب لحد ما الشوكولاتة تدوب. ممكن كمان اطفي النار، طبعا كل ده على نار هادية جدا. ممكن اطفي النار واكمل بقى تقليب في الشوكولاتة على الحرارة وهي هتسيح معايا. وكده جاهز عندي احلى جناش شوكولاته، لمعته حلوه جدا وقوامه تحفه. ممكن تستخدميه كمان لاي نوع من الحلويات، مش شرط بس التارت بتاعي النهارده. هاخد بقى كده كل واحده احط معلقه من الجناش على وشها، واحاول كده ان انا اوزعها. ممكن كمان اخبطها كده بالراحه على طبق او على الرخامه علشان الجناش يتساوى ويبقى شكله مظبوط، بس بالراحه يعني علشان ما يتكسرش. ممكن بدل الجناش ده تحطي قطع فاكهة ويبقى طرت بالفاكهة، بيبقى طعمه حلو قوي. اخر حاجة بقى هو التزيين. هنا انا عندي مربة حليب، عملت بيها خطوط كده على نص الطرت بالشكل ده.
وحطيت عليه كريسبي ابيض علشان يكسر اللون. اخدت جزء تاني وعملت برضو نفس الطريقة بس بجريش الشوكولاتة، كان متفضل شوية صغيرين، حطيتهم برضو في كيس وعملت كده خطوط على نص الطرت. وزينته بالورد المجفف. واخر جزء عملته برضو بنفس الطريقة بس بالشوكولاتة البيضة، وحطيت عليه سبرينكل فضي واللي هو الاخضر ده، وحطيت عليه كمان كريز. وهنا خلصت تزيين التارت كله. زي ما قلتلكوا طالعة 21 واحدة، عملناهم بطريقة بسيطة. شوفوا بقى انتوا لو جبتوا 21 قطعة تارت بالحجم ده من بره هتدفعوا كام. احنا عملناه في البيت، شكله حلو جدا وطعمه تحفة، وكمان بأقل من ربع التمن. ولحد كده وصلنا لاخر الفيديو. ان شاء الله تجربوا التارت بتاعي النهارده ويعجبكم، واشوفكم في فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.